أجمع الأقباط في مصر على وثيقة توافقية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واتفق نشطاؤهم من هيئات ومنظمات على 10 معايير لاختيار رئيس الجمهورية برؤية قبطية خالصة. الأقباط في مصر جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، يشاركون وبقوة في اختيار رئيس مصر القادم، والذي يراه كثيرون منهم داعيا لدولة مدنية حاميا لهم ولمطالبهم التي أهانها النظام السابق خلال 30 عاما. ففي وثيقة توافقية بين نشطاء الأقباط من هيئات ومنظمات وأفراد أجمعوا خلالها على 10 معايير عامة لاختيار رئيس الجمهورية برؤية قبطية خالصة. هل أنت مع هذا التفسير، مع أن له شواهد كثيرة على الساحة الآن، أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من المؤسف أن ظواهر التشابه بين النقطتين التاريخيتين هو في السلبيات. أما في ثورة 23 يوليو كانت ثورة يعني أو تحرك عسكري متلائم مع رغبات الشعب، وبيستهدف استقلال مصر عن مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من حوار الساعة. الانتخابات الرئاسية في مصر تلفها غمامة التأجيل. أحداث العباسية ألقت بظلال الشك في نيات المجلس العسكري. مواقف دولية لافتة صيغت في مقالات الصحف العالمية. أما الشارع فالمواطن المصري يستمع ولم يقرر بعد. حيث أكد الدكتور محمد سليم العوة أن برنامجه الانتخابي يعتمد على نقاط عدة، منها تمكين الإنسان المصري من إعادة اكتشاف نفسه وإقامة دولة القانون وإصلاح المنظومة الأمنية. وعن محاولة البعض اقتحام مقر وزارة الدفاع، رأى العوة أن ذلك هو الجنون بعينه، وهو بمثابة الخيانة العظمى. فعلا هناك غمامة تأجيل تحيط بالانتخابات كما تحدثت الكثير من وكالات الإعلام الأجنبية. يعني هناك حديث بالفعل دار بين أعضاء من المجلس العسكري وبعض رؤساء الأحزاب في لقاء الأحزاب مع القوى السياسية، لقاء قبل الأخير، وكان هناك يعني ما يشبه أو ممكن نطلق عليه محاولة لتمهيد تأجيل الانتخابات بأن الأوضاع غير مستقرة. دكتور عبد المنعم الفتوح، هل لديك معطيات حول الموضوع؟ يعني قبل أن أجاوب على السؤال وقبل أن أدخل في الموضوع، في نقطتين عايز ألمح عليهم سريعا. إن إحنا بندين العمل الإجرامي اللي قام به المجلس العسكري يوم الجمعة الماضية في ميدان التحرير، وبنترحم على شهدائنا وبنطالب بالقصاص ليهم وبنطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين. من الأخطار التي تهددهم. يكاد لا يمر يوم في مصر دون أن تتم الإشارة إلى التحديات التي ستواجه الإعلام. ففي الوقت الذي يطالب فيه المواطن المصري بتطهير الإعلام الرسمي من رواسب العهد السابق، لا تزال أخطاء الماضي تتكرر من جديد، ما يؤكد أن الإعلام المصري يسير في اتجاه ربما يخدم مصلحة سياسية. لم تكن الثورة وصلت إلى التلفزيون المصري، فستصل إلى التلفزيون المصري قريبا، وستصل إلى كرسي معالي الوزير قريبا بأسرع مما يتخيل. أرجو دكتور معذرة، ده تعاطف معاك مش عفوا، أرجو أنك تفهموا على هذا المعنى. السلام عليكم. وبينما يرى البعض أن حرية الإعلام قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في سقف الحريات، رأى آخرون أن الإعلام لا يزال يفتقر إلى القواعد والقوانين التي تحكم عمل الإعلاميين، والتي ربما تساعد على توجيه الناخبين إلى اختيار مرشح ما بعينه، خاصة مع بقاء رموز إعلامية محسوبة على النظام السابق في أماكنها. هناك أنماط تمويل معينة في صناعة الإعلام في مصر الآن غير معروفة المصدر على وجه التحديد. بعضها يريد أن يتخذ نقاط ارتكاز لتحقيق مصالح سياسية، وبعضها يريد أن يعيد إنتاج النظام السابق، وبالتالي يستخدم بعض الإعلاميين المحسوبين على هذا النظام لكي يعيدوا إنتاجه مرة أخرى. تعول المرأة المصرية كثيرا على الرئيس القادم بعد الدور الذي قامت به والسياسي البارز الذي لعبته في ثورة يناير. بعد الدور السياسي البارز الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة يناير،
وما عقبه من أحداث سياسية كان من المفترض أن تكون نسبة تمثيل المرأة في برلمان الثورة أكبر مما عليه الآن، الأمر الذي جعل السيدات ينتظرن بشغف الرئيس القادم ويأملن في أن يفعل دورهن ومشاركتهن في الحياة النيابية والبرلمانية التي من خلالها تستطيع التعبير عن مطالب قطاع عريض من السيدات. ما زالت المرأة تعاني من الانطباع الذكوري الذي نتمنى أن يزول بوجود رئيس جديد منتخب على قدر كبير من الوعي السياسي. المطلوب من المرأة والذي تتمناه من المرأة من الرئيس الجديد أن يدعم دورها برلمانيا. بعض المناقشات التي دارت في مجلس الشعب عن قضايا المرأة لا سيما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أثارت مخاوف لدى العديد من السيدات التي رأت أن الأغلبية داخل البرلمان لا تكترث بمشاكل المرأة، وهو ما جعل شريحة عريضة منهن تعول كثيرا على الرئيس الذي ستفرزه الانتخابات القادمة. المؤسسة المصرية واختيار الشعب المصري لرئيسه يفرض على رئيس مصر الذي يأتي بهذا الاختيار أن يكون معبرا عن إرادة المصريين، وأن يحترم هذه الإرادة، وأن يحترم الدولة المصرية، وأن يحترم اتفاقيات الدولة المصرية مع باقي الدول. ولكن لا يمكن أن يكون رئيس مصر كما كان سابقا، لا يمكن أن يكون تابعا، لا يمكن أن يكون منفذا لسياسة توضع له من خارج مصر، لا يمكن أن يكون رئيس مصر غير معبر عن إرادة المصريين الذين بغير استثناء تمثل قضية فلسطين وأساسية. كنا وما زلنا كمصريين نحمل قضية فلسطين في القلوب وفي العقول. تعددت المليونيات والهدف يكاد يكون واحدا، مليونيات الجموع دائما ما تكون في ظاهرها سلمية، لكن هناك من يندسون بداخلها وتنتهي بسقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى مثلما حدث في جمعة الزحف. ويقول خبراء إن المليونيات سلاح ذو حدين، إما أن تحقق مطالب المتظاهرين مثل ما حدث في ثورة يناير ومن ثم الإطاحة بنظام مبارك، وإما أن تأتي بنتائج غير محسوبة العواقب. سخونة الأوضاع الحالية ما بين ميدان العباسية وميدان التحرير ربما تلقي بظلالها على سير الانتخابات الرئاسية، وقد تحمل الأيام القادمة مفاجآت إذا استمرت الأوضاع على هذه الوتيرة، وكما ألمح خبراء إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة. دعاء أنور، العالم، القاهرة. يعني نتحدث عن المليونيات وتأثيرها على السباق الرئاسي. في رأي حضرتك المليونية الأخيرة خرجت من ميدان التحرير إلى محيط وزارة الدفاع، قراءة حضرتك لهذه المليونية؟ المليونية السابقة بتاعت الجمعة الماضية أنا أعتقد أنه إحنا بنتكلم على مؤسسة وطنية نعم. اسمها وزارة الدفاع، وأنا كنت أنا والأستاذ علاء عبد المنعم قبليها في لقاء مع الأستاذة هالة سرحان، وحذرنا من أنه وزارة الدفاع خط أحمر، لأن وزارة الدفاع أمن قومي. وزارة الدفاع بتمثل يعني المؤسسة الوطنية اللي بتدافع عن حدود مصر وعن أمن مصر. في عدو متربص بينا بره موجود، إسرائيل موجودة على الحدود، ووزارة الدفاع فيها غرفة العمليات